السلام عليكم. النهارده طهران قصفت العتيد بقطر، والخارجيه القطريه طلعت قالت زي ما هقول لك كده يا باشا بنفس النص. الخارجيه القطريه طلعت قالت انها تحتفظ بحق الرد المباشر على استهداف قاعده العتيد اللي موجوده داخل قطر. آه، فده يخلينا نسأل نفسنا وتسأل نفسك سؤال وركز جدا في اللي انا هقوله ده. انا من تحليل المتواضع الشخصي، انت لو ليك تحليل ممكن تضيفهولي انا اتعلم منك. انا من تحليلي يا جماعه ان بعد تصريح مسؤول امريكي، وركز، بعد تصريح مسؤول امريكي طلع قال نصا كده ان احنا استطعنا ان نقصف 3 مفاعلات نووي، نطنز وفوردو واصفهان، وايران قصفت قاعده واحده بس. هل ده تصريح امريكي لطهران وبتديها الضوء الاخضر انها تقصف باقي القواعد اللي موجوده في دول الخليج؟ ولو ده فعلا من تقديرات انا الشخصيه، ولو ده فعلا صحيح، هل بيتم جر دول الخليج نحو مواجهه مباشره مع طهران؟ لو تسالني انا اقول لك انا من وجهه نظري المتواضعه وانت على دماغي من فوق ان فعلا بيتم جر الدول الخليجيه نحو نزاع مع طهران. اه يا باشا، ما تستبعدش يا باشا ما تستبعدش يا باشا انهم يطمعوا في النفط الخليجي. دلوقتي اصبحت قطر بتحتفظ بحق الرد. طب قطر هترد على ايه؟ هتضرب ايه؟ لسه ما عندناش معلومات كافيه. المفترض ان قطر طلعت بتصريح بياني، الخارجيه القطريه قالت اننا هنرد. قطر قالت كده انها هترد. هل ده مخطط من كلا الجانبين؟ ركز بقى، من كلا الجانبين. واللي حصل في منطقة الشرق الأوسط دون أساسا منسق من كلا الجانبين، الأمريكي وطهران، بانهم يجروا دوله زي قطر نحو نزاع مع طهران. وبعد كده يبقى باشا في قصص بقى تطلع، الصحف العالميه تتكلم، ويطلع الجيش الامريكي لا احنا ندخل جوه قطر وهنحافظ وهنشن هجومات وهنضرب، بحيث يخلوا قطر كلها ساحه من المعارك. ما تستبعدش يا باشا اي حاجه. انت ممكن تشوف الفيديو ده تقول ده مستبعد جدا، ممكن تشوف الفيديو ده تقول ايه الكلام ده، مش هيحصل كده. ممكن تشوف الفيديو تقول ده مفيش الكلام ده نهائي. بس انا باكد لك من تحليلي الشخصي المتواضع وانت على راسي من فوق ان بيتم جر قطر نحو مواجهه مباشره مع ايران، بالتنسيق مع كلا الجانبين، الامريكي والايراني. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. ربما اكون انا على خطأ، تحليلي على خطأ. وانت لو ليك تحليل من وجهة نظرك وحاسس انه على صواب، يا ريت تكتبه لي انا استفاد منك. دلوقتي يا جماعة اصبحت المواجهة اتنقلت من اسرائيل مع ايران ضد ايران وقطر. حولوا المواجهة في ثانية. طبعا محدش يقول لي ان بعد الضربة الامريكية على طهران اللي كانت مفترض ان الامريكان مبلغين الضربة دي للجانب الايراني، والدليل انهم نقلوا اليورانيوم. نقلوها يا باشا، ايوه يا باشا، قبل الضربة الامريكية ب3 ايام، على حسب صور اقمار صناعية امريكية، ان الجانب الايراني نقل اليورانيوم المخصب. فده يدل ليك يا باشا، بره عن بتوع محللين السياسة، وبره عن اللي بيلبسوا البدل وبيخرجوا يتكلموا، وبره عن المحللين الاقتصاديين، وبره عن هي مش عاوزة يا باشا محلل اقتصادي ولا سياسي. المشهد باين، المشهد باين. قطر بتجر نحو مواجهة مباشرة مع طهران. هل ده بالتنسيق مع دولة الكيان وأمريكا؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية، وهنتابع الملف ده، وخليك متابع. ويا ريت أول مرة تشوفني يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. احنا بندعو للسلام في الشرق الأوسط، احنا بندعو للسلام العالمي. اللهم منزع الغشاوة عن أعين العرب، ونور طريقهم يا رب، وجمعهم يا رب، وجمع شملهم. احنا بندعو للسلام العالمي، احنا بندعو للسلام العالمي، احنا بندعو للسلام العالمي. وهنكمل الفيديو الجاي. هل الدول العربية يكون لها دور في اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط؟